صباح الخير او مساء الخير على حسب وقت ما تشوفوني. النهارده هنعمل الكبده الاسكندراني على اصولها زي ما قال الكتاب. ويلا بينا نشوف هنعمل الكبده الاسكندراني ازاي، وفي نفس الوقت هنعملها على الفحم كده وريحتها حاجه كده اخر طعم. يلا بينا نشوف الدقه الاول هنعملها ازاي للكبده. اول حاجه انا جبت الفلفل الحامي وحطيت شويه كمون وحطيت شويه كزبره وملح ودقيتهم كويس جدا مع الثوم، وزي ما انتم شايفين كده، ومعلقه هريسه شطه ده اختياري. لو عايزه تبدلي ما بين الفلفل السبايسي او الحامي مع الرومي مفيش مشاكل. بعد كده جبت الكبده وقطعتها قطع صغيره زي ما انتم شايفين وحطيتها في مصفى بينزل منها اي حاجه مش مستحبه، تغسليها ما تغسليهاش دي حاجه براحتك. حطيت نص التتبيله على الكبده، وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. هنجيب الطاسه نحط الماده الدهنيه وريت يبقى فيه ليا، ونحط الفلفل على قد الكبده، وبعد كده نحاول نسوي الفلفل شويه زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده نحط جزء من الدقه اللي احنا عملناها. بصوا الخلطه دي ريحتها في منتهى الجمال، وانا بعملها انتوا هتشموا ريحه الكبده. بعد كده بقى هبتدي ان انا بعد ما ابتديت اشم ريحه الثوم هحط الكبده شويه بشويه عشان ما تنزلش ميتها زي ما انتم شايفين كده، وهشوحها كويس جدا. وبعد كده هقلبها مع الفلفل زي ما انتم شايفين ريحتها خطيره. الثوم مع الفلفل مع الكمون مع الملح مع الكزبره بيدي ريحه خطيره. هقلبهم كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، وهحط بقيه التتبيله اللي كانت عندي. في الوقت ده بقى الريحه بتبقى هايله. هنا بقى اختياري حطيت معلقه هريسه شطه، ده اختياري، بس انا بحب الحاجه سبايسي زياده شويه. هسيبها بقى تستوي وتاخد كده وتدي مع بعض، وهكون حاطه فحم على النار، وهبتدي ان انا احطها زي ما انتم شايفين كده، وهغطيها واحط حاجه بسيطه من السمنه على الفحم عشان تعمل دخنه، وهغطيها. ريحتها بقى هايله. هجيب هنا السندوتشات زي ما انتم شايفين كده، وهعملها في الفينو. عايزه تغمسيها بعيش بلدي مفيش مشاكل، والطحينه وحاجه كده عظمه. ان شاء الله تعجبكم، ولو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، متنسوش تفعلوا الجرس. بصوا بقى الطحينه خطيره، بصوا بقى، وريحتها هايله. ريحه الفحم مع الكبده مع الثوم مع التوابل عظمه وسهله.